إسراء روكا ما ماتتش ولسه عايشة، وده اللي خلى صرخة النهاية في حياتها تمر بتصرف مجهود واشتباهات وخوف ورعب قبل ما تواجه وجه كريم. أصلها وفصلها، إسراء روكا اسمها الحقيقي إسراء مختار، وروكا ده شهرتها على تيك توك. هي عندها 28 سنة ومن مواليد محافظة القاهرة. بدأت مسيرتها في عالم السوشيال ميديا من خلال مقاطع فيديوهات قصيرة بتقدم فيها محتوى نقدر نسميه إنه محتوى ترفيهي على منصات السوشيال ميديا زي انستجرام وتيك توك، واللي بيتابعها عليهم فولورز من كل مكان في مصر. اختيارات صادمة. إسراء روكا زي أغلب بنات السوشيال ميديا بيبدأوا هما بيجربوا يا تصيب يا تخيب، وفي الحقيقة إسراء دخلت لعالم السوشيال ميديا وهي محجبة وعلى طبيعتها خالص، وبعد فترة قررت إنها تخلع الحجاب وتطل على جمهورها من غير حجاب لحد يوم وفاتها. حادث مؤلم. مأساة حادث بطارتها كانت التيك توكر إسراء روكا. اللي حصل إن إسراء كانت ماشية على كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، وفي الوقت ده قربت منها عربية وهي كانت بتسوق بسرعة عالية. عشان كده إسراء ما قدرتش إنها تسيطر على عربيتها وخبطت في سور الكوبري، وللأسف خدها ونزل على الأرض من على بعد 10 متر، وتحولت عربيتها من عربية لكوم خردة. لحظات فارقة. مرت حياة إسراء روكا قبل اختيار القدر ليها بلحظات فارقة كانت ممكن تكون قادرة تمد في عمرها لو كان لسه في باقي. أثناء سقوط عربية إسراء روكا من على كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة ومن على بعد 10 متر، صاحب قهوة تحت الكوبري حس بهزة قوية فخرج بسرعة عشان يشوف ايه اللي حصل. وقتها لقى بنت جوه عربية واقعة من على الكوبري، وقرر انه يتصل بالإسعاف، وفورا اتصل بالإسعاف وجات ليها وهي لسه عايشة وقلبها بينبض. إصابات مرعبة. للأسف بعد وقوع عربية إسراء روكا من على كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة ومن على بعد 10 متر اتحولت العربية لخردة. ولكن الأصعب كان حالتها هي، الإنسانة اللي أخدت صدمة الوقوع وشعور الرعب من إنها خلاص بتودع الحياة لوحدها بعد إصابات مرعبة تعرضت ليها، فجسمها للأسف اتحول لكوم قش، وده المعنى الحرفي اللي يقدر يوصف اللي حصل لها. وعلشان كده للأسف ما قدرتش تتمسك بالحياة بعد صرختها الأخيرة من فوق الكوبري. موت مفاجئ. بعد إعلان خبر وفاة التيك توكر إسراء روكا سيطر الخبر والتساؤلات على رواد السوشيال ميديا بين حيرة وفضول، يا ترى ايه اللي حصل، لدرجة ان البعض شك في وجود تهمة جنائية. لكن الشرطة خرجت للإعلام ونفت كل ده واستبعدت حدوث أي شبهة جنائية وصرحت بدفنها. تصرف مجهول. في ظل كل الجدل اللي حصل بسبب وفاة التيك توكر إسراء روكا، فجأة اتصرفت أسرتها تصرف غريب جدا، إنهم حذفوا كل الصور والفيديوهات الخاصة بيها من على كل منصات التواصل الاجتماعي بتاعتها باستثناء مقطعين للقرآن الكريم على تيك توك مع عرضهم لفيديو بيعلنوا من خلاله ميعاد العزاء، بجانب طلبهم من المتابعين وتحديدا اختها الكبيره بالدعاء ليها. من فوق كوبري قدر الموت يخطف إسراء روكا في لمح البصر ومن غير حتى ما تودع متابعينها. بس يا ترى هل حادثتها دي ممكن تخلي صناع المحتوى يعيدوا حساباتهم من تاني؟